السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى ان شاء الله هنعمل معاكم الكيكه الروعه ديت، وطالعه بقى تحفه زي ما انتم شايفين كده. هنعمل معاكم النهارده بقى كيكه السبانخ، وما شاء الله ما فيهاش اي طعم للسبانخ. يعني استفدنا بقى الاولاد كمان اللي ما بيحبوش السبانخ، حطيتها لهم بقى في الكيكه وكلوها ما شاء الله، ما عرفوش خالص ان هي فيها سبانخ. ندخل بقى على الطريقه على طول علشان ما نطولش عليكم الفيديو. بقى جبت الخلاط، هنحط فيه 50 جرام سبانخ. انا طبعا مقطفاها كده الورق بس، مش واخده العيدان يعني. ونص كوبايه زيت. طبعا السبانخ غسلاها ومنشفاها. 50 جرام، وحطيت عليهم نص كوبايه زيت وضربتهم بقى كويس كده في الخلاط. بعد كده بقى هنضيف عليهم بقيه المكونات. هنا بقى الحته دي ما كانتش الكاميرا شغاله، ما خدتش بالي، حطيت 2 بيضه وفانيليا. وهنحط عليهم كوبايه لبن، حليب يعني، وكوبايه سكر. يعني انا حطيت البيضه والسكر والكاميرا ما كانتش شغاله. حطيت بقى انا دلوقتي 2 بيضه وكوبايه سكر والكوبايه لبن وفانيليا، وكملتهم بقى خفق كده. وزي ما انتم شايفين هنا بقى جبت البوله، هنحط فيها كوبايتين دقيق، ومعلقه كبيره بيكنج باودر، او اللي هو الباكو بتاع البيكنج باودر ده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. طبعا اهم حاجه ندخل المكونات الجافه ديت عشان ما تبقاش فيها ايه، تكتلات وكده. دولت 2 كوباية دقيق، وعليهم ايه زي ما قلت لكم باكت البيكنج باودر ورشه ملح. نخلطهم بقى كده بالمضرب الاول مع بعض، وبعد كده بقى هنضيف عليهم الخليط الايه اللي احنا عملناه في الخلاط. ان شاء الله لونها تحفه خالص. ما حطيتش بقى عليها ولا لون طعام ولا اي حاجه، هي السبانخ اديتها اللون الجميل ده. زي ما قلت لكم ما كانش ليها اي طعم للسبانخ. هنا بقى ما شاء الله الخليط بقى جاهز. هقلبه تقليبه كده بالسباتيولا عشان لو في اي تكتلات تحت. وجبت بقى الصينيه وحطيت فيها ايه ورقه زبده، ودهنتها كده بالفرشه زيت، وهنعمله بقى على ايه طبقتين كده. بحب انا طريقه تسويه الكيك بالطريقه دي بصراحه، ما بتاخدش معايا وقت في الفرن. بتاخد حوالي 10 دقايق او 12 دقيقه. ندخلها بقى في الفرن ونوريها لكم لما تطلع. هنا بقى ما شاء الله بعد ما طلعت، هقلبها بقى كده على حاجه وهي سخنه عشان ايه، نشيل ورقه الزبده عشان ما تلزقش فيها من تحت. هنا بقى بقيت حطيت بقيه الكميه، ندخلها بقى الفرن. وهنا برضو كمان ايه بعد ما طلعت، هقلبها برضو معاكم. هنشيل برضو كده ورقه الزبده زي ما قلت لكم، عشان ايه لما بتبرد الكيكه بتلزق فيها، مترضاش تطلع. فانا بقى ايه اول ما بتبقى لسه طالعه من الفرن كده بشيلها على طول. كيكه ما شاء الله هشه خالص وطريه. هسيبها بقى لما تبرد خالص وبعدين هنزينها بقى معاكم. هنا بقى الكيكه بعد خلاص ما بردت، هنزينها بقى معاكم بكريم شانتيه عادي، كريم شانتيه خام يعني، وميه وسكر. بضربهم بقى مع بعض، وبحط كده الميه شويه بشويه عشان ما تبقاش ايه، تبقى سايله معايا وارجع احتاج كريمه. انا اللي بتحكم يعني في الايه في كميه الميه. نحط بقى طبقه كده من الكريمه، وبعد كده هنحط بقى عليها ايه فراوله. انت اللي شفتها في اول الفيديو ديت كانت واحده تانية، لان انا عملتها مرتين. واللي هي بالفراوله دي نسيت اصور منها ايه، وانا بقطعها بصراحه. العيال بقى ما شاء الله حبوها وكلوها، فنسيت اصور خالص منها. وهما كمان طلبوها، قالوا اعملوا كمان، قالوا لي اعملي كمان كيكه سبانخ. حطيت برضو قطع فراوله كده. التزيين ده بقى حاجه يعني ايه ترجع لكم باي طريقه انتوا تحبوها زينا. نسوي بس كده شويه، ونحط بس كده ايه
معلقة كريمة كده فوق الفراولة عشان بس تثبت الطبقة التانية بتاعة الكيك. نحط بقى الطبقة التانية نسويها كده عليها ونزينها برضو بايه، بالكريمة بقى اللي فاضلة معايا. هنا بقى حطيت الكريمة، هنفردها برضو كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. مش هنجلسها يعني كويس ولا اي حاجه، لان انا لسه هرش بقى عليها ايه، كيكه كده من على الوش اللي هي ضربتها بقى كده في الكبه، هرشها على زي ما شفتها كده باول الفيديو. هنعمل بقى كذا روزيتات كده على الكيكه من فوق. زي ما قلت لكم التزيين ده بقى حاجه ايه ترجع لكم انتوا اللي حابين يعني تعملوه بقى، بس انا حبيت يعني اشارك معاكم الفكره. نحط بقى عليها كده وحدات فراوله برضو. الفراوله دلوقتي ما شاء الله في السوق جميله خالص، كان طعمها تحفه بصراحه مع الكيكه بتاعه السبانخ دي. هنا بقى زي ما قلت لكم دي بقى كنت واخده كده مسويه الكيكه من على الوش وضربتها في الكبه، هنزين بقى ايه بيها كده. بتمنى بقى ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتجربوها. مفيده بقى للاطفال اللي ما بيحبوش السبانخ. ما تنسوش بقى تعملوا لايك وشير للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.